السلام عليكم. النهاردة هنعمل بطاطس عشان خاطر رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين. هنقطعها صوابع، واهم حاجة ان احنا نغسلها ونقشرها ونقطعها صوابع زي ما احنا عايزين. دول 4 كيلو، هنظبطهم ظبطة حلوة ونقليهم نص قلية، وهنشيلهم. هتبقى زي البطاطس اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، اللي هي بتبقى نص تسوية. طبعا بالقشارة دي هيبقى سهل جدا ان انتي تقشري. ان شاء الله حتى 10 كيلو، بيبقى سريع جدا ان انتي تقشريها بسرعة جدا. يلا بينا نشوف مع بعض. ادي البطاطس اهي، بعد ما قشرناها وقطعناها صوابع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وغسلناها طبعا كويس قوي. بعد ما غسلناها احنا مجهزين فوطة. الفوطة دي طبعا بتاعة المطبخ، بنعمل بيها القلقاس، وبرضه هنعمل بيها البطاطس. ان احنا هننشف البطاطس كويس قوي بحيث ان هي تكون ما فيهاش ميه خالص. وهنجهز الزيت بتاعنا ونسخنه كويس قوي. يلا بينا ننشف البطاطس ونسخن الزيت. ادي الزيت اهو سخن، شايفين؟ ونزلت بالبطاطس طبعا اللي هو 5 دقايق بالظبط، يا دوبك بس نص سوا، اللي هو هتبقى بيضة، اللي هو الابيض الفاتح ده. ونقوم نطلعها. طبعا لازم نكون مجهزين صينيه نطلع فيها ان بتاع ده البطاطس بتاعتنا، ونكون حاطين عليها مناديل عشان تشرب الزيت لحد ما تبرد خالص وتشرب الزيت خالص. بعدين اللي هي تلاقيها اللي هي نشفت خالص من الزيت، تقومي حطاها في اكياس وحطاها في الديب فريزر او الفريزر بتاعتك. ادي اهو انا جهزت صينيه كبيره عشان عامله طبعا كميه كبيره، وحطيت فيها مناديل عشان خاطر هطلع فيها. شايفين؟ طبعا تبقي واقفه جنبها عشان خاطر ما تستويش منك خالص. طبعا لما ادخلها في الديب فريزر انت ممكن تخزنيها لمده سنه، طبعا ارخص واوفر، اللي هو اوفر لنا كتير من اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، وانضف. لان احنا طبعا اللي هو بنغسلها كويس وبنقطعها كويس، وطبعا اللي هي بتبقى جايباها كيس بتبقى مدعدعه شويه، اللي هو الصوابع ما بتبقاش صوابع قوي، بتبقى صغيره خالص. فطبعا دي انضف. يعني احنا كمان ما ننساش واحنا بنغسلها نحط معلقه خل في الغسيل، بتخليها نظيفه اكتر. و ويا ريت ما تنسوش ان انتوا تجيبوها لما تكون رخيصه، بس تكون بطاطس تحمير، ما تكونش اللي هي بتاع ده اللي هو بتستوي بسرعه في الزيت، اول ما بتنزليها بتغمق. ادي اهي انا طلعتها، شايفين ان هي ايه نص سوا. وتبداي تفرديها على المناديل عشان الزيت ينزل منها خالص، واول ما تبرد هنحبيها في اكياس وندخلها الديب فريزر بتاعنا. تمام كده؟ طبعا دي بتبقى مفيدة جدا وحلوة جدا في اي اكل في رمضان، جنب اي اكل في السحور. ومن غير رمضان بتبقى حلوة جدا لو عايزة تعملي سندوتش بطاطس سريع، بدل ما تقومي تقشري ولسه هتعملي. يا دوبك تطلعي من الديب فريزر وتحطي في الطاسة بتاعتك، هتكون اللي هو واخدة حاجة سريعة ومش واخدة وقت معاكي. تعملي سندوتش عليه طماطمايه، حاجة سريعة ان انت ممكن تفطري بيها او تتعشي. فسهلة جدا وسريعة واوفر لنا في الوقت وكل حاجة. ادي اهو انا خلصت الكميه كلها، قليتها كلها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها وتحتها مناديل اهي هتشرب. هسيبها تبرد خالص وتتشرب خالص. طبعا لو عندك صينيه مفتحه كده صغيره او طبق كبير شويه، ممكن تحطي فيه الكميه دي كلها وتحطيها في الديب فريزر لحد ما تنشف معاكي شويه، وبعدين تحطيها في اكياس. هتبقى حلوه جدا. ممكن تسيبيها يوم كامل في الديب فريزر لحد ما تجمد معاكي عشان ما تتهريش في الاكياس بشكل مباشر كده. هتعبيها هتتكسر معاكي وهتبقى مكسره. فالافضل ان احنا نحطها في طبق كبير او في صينيه مفلطحه، ونحطهم عادي فوق بعض ونحطها في الديب فريزر، هتنشف معانا وهتبقى كويسه قوي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.